ما وراء كاميرات المراقبة. حالات السرقة كل يوم كاميرات المراقبة بتكتشف عملية سرقة جديدة. الفيديو اللي قدامنا ده الأصفر اللي داخل على المحل ده وبيركن على جنب، ده راجل اتسرق بأسهل سهولة. الراجل وقف قدام أحد المحلات ونزل يسأل على حاجة في المحل ده أو يشتري أي حاجة. ركن على جنب. طبعا في هنا الحرامي او اللص ده واقف متابع الموضوع. نزل صاحب التوك توك وقف على جنب وابتدى. شفتوا؟ بصوا الشاب الحرامي ده دخل خد الموبايل وخد ايراد التوك توك اللي الراجل عمله كله في طول النهار. الراجل اشترى حاجته وخلاص ركب الدودو وبص ملقاش حاجة، بيدور في الفلوس في المحفظة التليفون. خلاص كده هو كده اكتشف ان هو اتسرق. هنرجع اللقطة اللي فاتت دي، وهو الشاب اللي بيسرقه كان في عربية ملاكي معدية وشافت الشاب وهو بيمد ايده بياخد حاجة. فطبعا صاحب العربية ركن قدام شوية ورجع لصاحب التوك توك وقال له ان حضرتك ايه صاحب التوك توك ده اتسرق منك حاجة، في واحد قدام شفته وانا راكب العربية خد حاجة من التوك توك بتاعك ومشي بيها قدام. فطبعا قال له الحقه وبسرعة قبل ما يروح يمين ولا شمال، والحق خد حاجتك اهو. ده اللي كان سايق العربية. الراجل طبعا خلاص هو قال له امشي طوالي في يمين او جري كده دخل في الشارع اللي جاي ده. فالراجل خلاص يعني هيمشي بسرعة يروح يدور على الحرامي او اللي سرقه ده. حالات السرقة بتحصل، لكن اللي بيوثقها كاميرات المراقبة. كاميرات المراقبة لها عامل اساسي في كشف الجرائم حول العالم. كاميرا المراقبة هي الدليل القاطع اللي ما ينفعش نقول ما سرقتش، او ما ينفعش تقول ما حصلش كذا او تنكر او تكذب. مجرد ما الكاميرا تصورك وانت بتعمل حاجة او بتعمل مصيبة خلاص ما ينفعش تقول مش انا. الكاميرات طبعا وسائل تكنولوجيا، وسائل تقنية حديثة لكشف الجرائم حول العالم، وبتسهل الوصول للجريمة في اسرع وقت. لو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد، وانتظروني في حلقة جديدة من برنامج جرائم حول العالم. شكرا والى اللقاء.